فاول واحد من الأسطورة الحية كان كفيل انه يخلي النتيجة 2-1. برضه كان كفيل انه يخلي منظر المجموعة بالشكل ده. بالميراس في الصدارة ب4 نقط، وانتر ميامي بعديهم طبعا عشان فرق الاهداف. بالميراس مسجل جول ازيد، وبورتو النادي الاهلي مفاجأة بورتو ان هو بنقطة واحدة مع النادي الاهلي، وللأسف الشديد الاهلي بيبعد. رجل المباراة البرنس سيد معزة، واللعيب الوحيد اللي خد رجل المباراة مباراتين ورا بعض لحد دلوقتي هو استيفاو لاعب بالميراس. بعد خسارة النادي الاهلي النهارده تعالى اقول لك حظوظ النادي الاهلي للتأهل لدور ال16 برضه. يعني مفيش حل نهائيا غير ان بالميراس يكسبوا نادي انتر ميامي، وبالتالي بالميراس يبقى 7 وانتر ميامي يفضل 4. الاهلي يكسب بورتو يتأهل رسميا، والاهلي لما يكسب على الاقل 2-0. ممكن يكسب 1-0 بس لا ما ينفعش لا، انتر ميامي جايبين جولين، فعلى الاقل الاهلي يكسب 2-0، وبعد كده يحسبوا فرق الاهداف يطلع 0 للاهلي. بالميراس يكسب 1 او يكسب 2 بقى عشان خاطر يطلع الفرق -1 لانتر ميامي، فالاهلي يتأهل. بص حسبة كده، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب انه يدخلنا فيها، ولكن انت مستني الاهلي يتأهل ليه اصلا؟ الدنيا بايظة، فكك.